يا اهلا ومرحبا بكم اذن مستمعينا الاعزاء. ويانا الفائز اخر هذا الاسبوع اللي هو باقر قصاي. شلونك بقوري؟ اعطيني المايك شو اخبارك؟ زين. شلونك انت من ذاك اليوم مثل اليوم؟ الحمد لله. شنو الجديد اليوم شفته مكان ذاك اليوم؟ لو نفس الشيء؟ شنو يعني شفت هنا بالمكان جديد شيء ما شفت نفس الحالة؟ نفس الحالة ماكو تغيير. يا اهلا بك صراحة رجاء. مرحبا علاء شمري مستمعاتنا العزيزة. اهلا مرحبا. عزيز شلونك؟ شلونك؟ زين ان شاء الله. حسن عماد. اخبار الدراجات شنو؟ والله حارة متوقفة نشاطات حاليا. شلونكم الحمله اللي صارت ضد الدراجات؟ والله يعني ما عندنا يعني عن تنمر ما ندير بال لان احنا هدفنا واضح ومعروف. نعم. اي بس تعرف انت بالعراق اكو فئات يعني ما تحب هذا الشيء من باب انه يعني ما اعرف. هو هذا موضوع الاختلاف. انا حتى البارحه بصفحتي كتبت يا جماعه اللي ما عجبه صفحتي ومنشوراتي يطلع يحضرني. اي يعني انتم بالظاهر ما تقبلون الاختلاف، الظاهر تريدون كنا لون واحد. يعني ما معقوله، يعني ما معقوله اني اجي افرض فكري وعقيدتي وكل على الاخرين. يعني ما معقوله. صح. لانه هو هم راح يستخدم نفس الحاله معك وبالتالي يحصل تضارب. افتهمني وافتهمك، احترمني واحترمك، هو هذا المطلوب. يعني انا قلت ما ناقشهم لان هي بنيه مثل ما تصعد سياره تصعد بسكل. شنو العيب او الحرام بالموضوع؟ اذا كان يعني لبسها يعني عادي، ما مجرد تطلع تمارس رياضة أو حتى لو تنفه عن نفسها. بس احتمال أكو مناطق معينة يعني بعد. مو هي مثل ما قلنا احنا في وقت ناقشناه انه موضوع البيئة، يعني كل واحد وطريقة تربيته، فلذلك انه فكرة ما يتحمل الموضوع. بس من يطلع من الخارج يشوفه شوفوا هذا الرجال ايش كبره، عجوزة ايش كبرها، ولابس راكبه بايسكل هناك يكيف. يعني ماكو. صحيح. بس على هنا شباب لا ما يتخيل. المهم اهلا وسهلا بك واستمر ان شاء الله. ولأول مرة ابو باقر قصي شلون الصحة؟ تشرفنا بك هذا اليوم. من الشرف. يعني اهلا وسهلا بك. اهلا ومرحبا. دائما آلاء هي اللي تشارك، انت ما تشارك ويانا، مشغول. والله احنا دائما يعني تعرف لازم تطلع شغلك الصبح ترجع بالليل، فهم شوي متفرغين بها مجال يطلعون. اكيد. بس اعتقد مرة يمكن اتصلت بينا بالبرنامج، يمكن اكثر من مرة متصل بالبرنامج. اي اتذكر يعني حتى بالسنوات المضت خلينا نقول. نعم. هواية كنت اتصل. كنت بسمر اف ام فقرة الاغاني. نعم. تطلب اغاني قديمة او اغاني عجبك تسمعها شنو. نعم. فاكثر من مرة يعني متصل بيك. انتوا اثناء العمل هم تسمعون الراديو ولا ما؟ والله بالنسبة لي انا اسمع. بس الاخوان اللي وياي لا ما يقدرون. نعم. بس انا بحكم انه شغلتي اداريه كتابه اكثر شيء اقدر اقعد واشغل الراديو او التليفون. يا مثلا باقر شلون ويا الراديو؟ اللي يسمع راديو باقر، تسمع راديو؟ عجبك الراديو؟ يعني البث المباشر كنك على المكبر صوت او يسمع وياي. ما يقول لك شنو خبصتنا الراديو صار قديم وشي. هذا الجيل ما يهم يعني مو ضحك. لا يدري تابعتك واحبك من زمان. يعني يعرف يعني يقدر قيمة الراديو حلو. ايه زين احلى من اليوتيوب او الموبايل او الشغله او التلفزيون. لو كل واحد شكل لو شنو كل واحد شكل. شنو اللي يميز الراديو؟ راديو تسمع بيه وتستمتع. تسمع. ايه. وبنفس الوقت تقدر تشتغل اي شغله وتسمع. ايه. مو مثل باقي الامور لازم تركز عليها. مو صحيح؟ زين انا يعني اليوم شايف انه جايب شنو هاي المجلات. مجلتي هذه ذكرتني وانا صغيروني. يعني كنت احب مجلتي والمزمار. تقراها المجله؟ ايه عندنا شو اسمه شعر. يعني شو عجبك بمجله المزمار؟ هي تنشر قصص وقصايد. ومن ايش وقت تتابعها؟ تابعها؟ اي يعني متابع المجله من زمان؟ يعني العام اشتريت له من أدهن. من العام. شنو اللي خلاش انه تخليه يقرأ رغم انه كل شيء متوفر الان على اليوتيوب مثلا؟ احب يصير قوي بالقراءة. يعني يتعلم التهجي الكتابي. يعني مو الالكتروني. وبيها هواية ثقافات. يعني مكان ماكو الطفل ما يدخل جوجل ويباوع معلومة. نعم. ينتبه بس ينجذب على اليوتيوب. على الفيديوهات. فاني اشوفه ينجذب للقراءة وللرسوم المتحركة بالمجلة. ويحب هاي
اللي يسموها ظلل وكلمات متقاطعة، يعني حزورات. هو أهمية هذه المجلات المكتوبة أنت مثل ما قلتي تعلم القراءة، تهجي الإملاء، يعني تمر عليه هواية كلمات. إملاء من عندهن، لأن هو صف خامس، فأريد أقوي إملاء بكلمات الصعبة. مرت علي الكلمات بالفصحى، يقول هاي شنو، يستغرب، هاي أول مرة أسمعها. مثلا هاي الكلمة بالنشيد مال ستحرز، ستحرز هداف. قال يعني شنو ستحرز؟ قلت له يعني ستسجل هدف بالفصحى. نعم. تحرز. حلو. فقام يستقبل الكلمات الصعبة. طبعا هي هاي فات القراءة. شوف أنا من كنت صغير كنت أروح أقعد يمهم بالمطبخ وأجيب هاي المجلة وأقراها من البداية للنهاية، تعصى علي كلمات وهمنا شلون هسه أسأل أمي يقول شنو هاي الكلمة، تصلح لي إياها، تقول لي شنو معناها. وبذلك صار عندي خزين الداخلي إلى أن صارت كلها كلمات سهلة علي، وممكن أنه أعرف معانيها وأكتبها. هي هاي فائدة القراءة، أنه ظل تقرأ حتى الشغلات الصعبة همنا راح تخطأ بيها، بس راح أصلح لك إياها ماما وبابا حيصلح لك إياها. اختار لي فد شيء اقرأ لي إياه باب مثلا من المجلة. اختار لي فد شيء، فد شيء صغير، أي شيء بسيط، قصة أو لغز شنو؟ أقرأ العنوان مال القصة والباقي. لغز ذنوب أرنوب. سأنتظر حتى يأتي الأرنوب، سيكون وجبة مشبعة. إنه الثعلب مختبئ ليفترسني. لن تتمكن مني. هذه المرة سأكون معك حتى أشاهد ما تقول. هذا من اللي يقول؟ الأم الثعلب اللي يقول له إيه؟ ما يحدث كيف يراني. ما يحدث كيف يراني، أرنوب في كل مرة يهرب مني. شوف انت ايش قد ما تقرا ايش قد ما تكون اسرع، مو شوف يعني واحد يكون اسرع منها. ماذا يحدث؟ كيف يراني ارنوب في كل مره يهرب مني. تقوم انت تعبر ايه، انت مثل تمثلها مع نفسك وتقراها فتتقوى اكثر. انا اشجع كل اصدقاء الاطفال انه يقرون، ما يعتمدوا فقط على الفيديوهات وعلى مشاهدات، وبالتالي يتقوون حتى لغتهم تتغير. ابو باقر العفو، شو مخلص دراسه؟ يعني خريج متوسطة. ما كملت بس لازم باخر يكمل يعني ان شاء الله. مو ان شاء الله. ايش لازم لان احنا بوقتها ظروفنا ما سمحت انه نكمل. اكيد كل واحد ظروفه باخر ان شاء الله يعني نطمح انه هو يوصل للهدف اللي هو يريده. احنا ما حددنا له هدف، بس ان شاء الله هو الهدف اللي يريده بباله. هو يريد يهدف على برشلونة. هاي وحده. خسرتوا اليوم انتم 3-0 لا ويا برشلونة 3 وخسرتوا اليوم من الصبح، ويا يوفنتوس 3-1 هم خسرتوا. هاي شلون رحت الدوري وخابصني ولابس لي ريال مدريد وما ادري شنو. ماكو رحت اشتري له مال برشلونه ما قبل عامل الا مال ريال مدريد. ايه كل واحد واسع يعني، خليه على واسع يعني أكيد. ما زعزعت الثقه ولا على مصر. لا هو الواحد يلتزم بنادي خلص بعد يقفل يعني. شلون انا قافل على برشلونه هو قافل على ريال، واحنا نعلمكم هالمره. نورتونا وشرفتونا، وشكرا على الهدايا هذه لاطفالنا الحلوين، راح نقدمها للفائزين اكيد اللي راح يجونا ان شاء الله. وش راح تختار جائزه اليوم؟ ايش ناوي شنو ببالك؟ ها؟ سكاتر ماكو موجود، ضمينا لك اياه. بس عندنا نشيد جديد، يلا نسمع النشيد. يلا بس صوتك عالي شويه. قبل قليل مع اصحابي كنا قليلا مع أصحابي كنا نلعب قرب الباب، صاحت أمي باقر يكفي لعمل عدل الواجب، فجاء ردي جاء لطيفا. أمي ليس الآن، فالآن فريقي خسران، سأسجل هدفا وأعود وكأنني قربك موجود. ابنك يا ماما هداف وسيحرز عدة أهداف،
أسعد أمي هذا الأمر ودعت لفريقي بالنصر. ايوه جول هدف يا باقر. شكرا حبيبي، شكرا جزيلا، واهلا مرحبا وشرفتونا بجيتكم، يا اهلا وسهلا.